السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة الأهلي نفسه مفتوحة في كل حاجة. تصحى الصبح تلاقي الأهلي متعاقد مع لعيبة كرة الطايرة بتاعة الزمالك. الواحد خايف يصحى بكرة الصبح يلاقي الأهلي بيتكلم مثلا وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية إن هو عايز أرض بتاعة الزمالك بتاعة 100 عقبة. والله كل شيء وارد دلوقتي. فبصراحة الأهلي اللي هو عايزه بخلص فيه. وخلاص كلام ان الاهلي هيرسل عرضه الاول لميتلاند بتاع امام عاشور. خلاص الاهلي عايز امام عاشور، او الاهلي بمعنى اصح خلاص هيجيب امام عاشور. فالله يعين بتوع 100 عقبه. يعني لو جبنا لهم المطافي مش هتكفي، ولو نهر النيل نفسه يعني جبنا خرطوم كده وقعدنا نرش عليهم مش هيضاف حاله الغليان اللي عندهم دلوقتي. فالاهلي ادارته ولاعيبته نفسها مفتوحه في كل الالعاب. امبارح شفنا الاهلي قدام الاتحاد نصب السلك في 14 دقيقه. الاهلي جاب جون، طمنا على كهربا ان هو حط الكوره صح. وفي نفس الوقت زي ما بنقول الزمالك كسبان وفرحان امبارح، وربنا يخلي لهم جنش خير اجناش الارض. الزمالك كسب وراضي وجمهوره مبسوط. هل هتيجي تلعبونا بقى في السوبر؟ هل هتعملوا زي كل مره وتقولوا احنا غير مؤهلين نفسيا ان احنا نقابل الاهلي واحنا محطمين ان كهربا يحط صح؟ لا مش عايزين احتفالات سطلانه، لا مش عايزين الاهلي يحتفل بالدوري. والله يعني اهو زي ما بنقول مبسوطين، عندكم مدرب، فرحانين، تعالوا لعبونا. ان شاء الله ربنا يوفق لعيبتنا زي ما كان علي معلول فايق ورايق امبارح، زي ما كان كهربا فايق ورايق وجاب جون، زي ما كان حسين الشحات نينجا امبارح في المباراه وخلص على الاتحاد في اول 8 دقائق. نتمنى ان شاء الله زي ما اللعيبه دي ريحناها في المباراه امبارح، وعم كولر على طول جبنا الهدفين والشوط اب طلع استنى بقى للزمالك. والراجل قال لك مباراه الزمالك مهمه للجماهير. فنتمنى ان شاء الله عم كولر ولاعيبته تكون نفسها مفتوحه. الزمالك نمسكه ننفضه نفضه حلوه، وهو بقاله 3 4 مباريات بيهرب مننا مش عارفين نمسكه. فبالتالي جات لنا فرصه حلوه ان احنا نعجن فيها الزمالك. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاعبتنا، نتمنى لاعبتنا ما تبخلش. جبت جون جيب الثاني والثالث والرابع. يعني دي رساله اهو، افتح خليك فاتح دايما على السادس. عايزين نمسك الزمالك موضوع في حجمه الطبيعي. ابطال افريقيا، ابطال الدوري، ابطال الكاس، ابطال السوبر، ما فيش حد عتقناه السنه دي. فنتمنى ان شاء الله لما نمسك الزمالك نرفضه النفضه الحلوه.